عايزه اقول لكم لما كنت بسافر سوريا كنت باكل حاجه اسمها اوزي، بس انا ما كنتش اعرف الاسم عامل ازاي. فكنت بتكلم مع جوجو كيتشن، كنت عملت لكم ريل قبل كده للحاجات اللي كانت بعتها لي. كانت بعتها لي اللي هي المفويه الفلسطيني والسميط التركي، صورت لكم حاجات كده كانت بعتها لي وكان طعمها بجد يجنن وكان فيه سينابون. المهم يعني فقلت لها انا كنت باكل حاجه في سوريا بتبقى عامله زي العجين كده وكان بيبقى جواها رز بالبسله وباللحمه المفرومه. قالت لي دي اسمها اوزي. المهم بعتت لي صورتها، قلت لها ايوه هو الاوزي ده. انا اما كنت بسافر سوريا كنت لازم اكل منه على طول، بس لما هنا السوريين جم في مصر كنت بقعد اسالهم على الاوزي فكانوا بيقولوا لي لا بالطلب لازم تجيبي مش عارفه بالقطعه، فانا كنت بقى عايزه قطعتين ثلاثه مش عايزه كتير. فهي لما عرفت ان انا بحبها راحت عاملاها لي. فتعالوا اوريها لكم بقى. نقول بسم الله كده يا جماعه ونفتح. استنوا بقى افتح واوريها لكم. بصوا دي المحتويات اللي جواه: رز بسمتي ولحمه مفرومه وبسله. ندوق بقى ونقول بسم الله. بصوا وحاطه كمان في عين جمل. عالمي، اللي جربه فبقى عارف انا بتكلم على ايه. وهي بصراحه عاملاه يجنن. الخلطه اللي حطها في اللحمه المفرومه والرز. اصبروا بصوا، انا قطعت الجلاش فيه وهي عاملاه بالجلاش. انا بصراحه كنت باكله في سوريا بعجين، السوريين يقولوا لنا بقى ايه، بس هي كده كده بتعمل اكل عربي حلو قوي. جروب على الواتساب، برضه هحط لكم الرقم تاني، هحط لكم اللينك بتاع الجروب، هحط لكم لينك الجروب بتاع الفيسبوك، وهحط لكم البيج بتاع الانستجرام. جربوه يا جماعه الاوزي ده وقولوا لي رايكم ايه. عايزه اقول لكم بقى خالاتي عندي بالصدفه فدوقتهم الاوزي، قولوا لي قولوا رايكم بامانه. يجنن 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 بصراحه طعمه. ايه رايك يا ايمان؟ والله صنف جديد، والله فكره حلوه جدا. انا يعني الواحد فعلا مشتاق لاصناف جديده. ايوه سوريا ده سوري ده. جميل فعلا، انا بحب الاكل السوري جدا. عايزه اقول لكم بالهنا والشفا علينا، يعني خلصناها. حاجه فيه ان هو مش تقيل، يعني هي تبان كبيره بس والله معلقتين انت كده تحسوا بقى، فاهم اللي هو تفضلوا تاكلوا ما تحسوش ان انتوا اصلا بتشبعوا، مش تقيل على المعده. فبجد والرز بتاعه مفلفل واللحمه المفرومه هي معصجاها كده، معرفش حطها يعني ايه اللي حطاه، بجد لازم تقول لنا ايه اللي حطاه. لا بجد حلو قوي، تسلم ايدك يا جوجو.